السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم عن احداث الاسبوع كله. كان في احداث مهمه جدا جدا جدا، والبدايه بالدوري الاسباني الجوله ال17. الجوله دي كانت مؤجله طبعا عشان كان في كاس عالم. الجوله دي كان فوز برشلونه على ريال بيتيس 2-1، وفوز ريال مدريد على فالنسيا 2-0، وده كان ماتشين مهمين. الجوله بقى ال20 من الدوري الاسباني كانت مفاجاه جدا جدا، والبدايه بخساره ريال مدريد من مايوركا 1-0 على ارض مايوركا، وفوز برشلونه 3-0 على اشبيليه، وخساره ريال سوسيداد اللي هي في الوصيف من بلد الوليد 1-0، ودي كانت اهم الماتشات في الدوري الاسباني، وكانت مفاجاه خساره ريال مدريد قبل نصف نهائي كاس العالم للانديه. هندخل في الدوري الانجليزي الجوله 22. الدوري الانجليزي كان مولع جدا جدا، ومفاجآت الاسبوع ده بالجمله. البدايه فوز ايفرتون على ارسنال 1-0، وكده ارسنال خساره، اول خساره. وبعد كده مانشستر سيتي بتلعب توتنهام، وخساره مانشستر سيتي 1-0 برضه. كده ما حصلش حاجه في المتصدر ارسنال زي ما هو، والسيتي زي ما هو، ما حصلش حاجه في النقط. وخساره ليفربول من وولفرهامبتون على ارض وولفرهامبتون 3-0 مع الرأفة، في كارثه كبيره جدا. ليفربول السنه دي موسم كارثي بمعنى الكلمه، مستوى سيء جدا جدا جدا. في الجانب بقى الاخر فوز اليونايتد على كريستال بالاس 2-1، وفوز ليستر سيتي على استون فيلا 4-2، نتيجه كبيره طبعا. وده كان الدوري الانجليزي جوله 22. هندخل في الدوري الايطالي الجوله 21. كان ماتش مهم جدا، ديربي انتر ميلان واي سي ميلان، وانتهى فوز الانتر 1-0. ماتش كان حلو وممتع. كده خلصنا دوريات. هندخل في كاس العالم للانديه، والبدايه طبعا الاهلي كان بيلعب ماتش الدور الاول، دور تمهيدي، كان بيلعب اوكلاند سيتي وفاز 3-0. هدف طبعا كهربا وشريف وبيرستاو، ده كان ماتش التمهيدي. بعد كده لاعب فرقه جونيور ستارز دي من امريكا الشماليه، وفاز 1-0 بهدف لقفشه خطف الماتش. كده الاهلي هيلاعب ريال مدريد في نصف النهائي كاس العالم للانديه بكره يوم الاربعاء الساعه 9 بالليل، 9 مساء. فالماتش مهم جدا بكره. الاهلي هيلاعب ريال مدريد راجع من خساره وموسم سيء شبه سيء مع انشيلوتي، فلازم ريال مدريد ياخد البطوله. الماتش هيبقى صعب جدا على الاهلي، وان شاء الله الاهلي يعمل نتيجه كويسه. فده بكره نصف نهائي كاس العالم للانديه. في الجنب الثاني في الهلال السعودي كان بيلعب الوداد، والماتش انتهى 1-1 ولعبوا ضربات جزاء، وانتهى فوز الهلال. والهلال هيلاعب في نصف النهائي فلامينجو، والهلال هيلاعب فلامينجو البرازيلي في نصف النهائي. كده نص النهائي ريال مدريد والاهلي، فلامينجو والهلال السعودي، والتوفيق للاهلي والهلال السعودي. ده كان كاس العالم للانديه. طبعا اجابه السؤال بتاع الحلقه اللي فاتت، اقدم نادي كره قدم في العالم نادي شيفيلد الانجليزي، اتاسس في سنه 24 اكتوبر 1857، بقاله حوالي 166 سنه. ده اقدم نادي. سؤال الحلقه الجايه هنجاوب عليه الحلقه الجايه، اكتر نادي تتويجا من كاس العالم للانديه بمناسبه كاس العالم للانديه اللي احنا بنلعبه الفتره الجايه، بنلعبه الفتره دي، فهنجاوب عليه الحلقه الجايه. طبعا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب في الجرس التنبيهات. تابعوني على كل السوشيال ميديا، انتظروا كل جديد قوي ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.